انتي مصرية، طلعتي نزلتي مصرية، بياعة فول وطعمية. دي كان الفيديو اللي انا نزلته وكان فيه انتقادات كتير. آه عايزة اصحح حاجة. انا والله اولا ما شفت الفيديو ده اول ما نزل خالص. طبعا اي ست مصرية واي مصري واي مصرية لما يشوف كلام زي ده اكيد هيستفز. تمام. طب يا عيني. عفوا انا عندي برد بس. انت طالعه تتكلمي في ايه النهارده؟ طالعه اقول يا جماعه في تعليقات كتير قوي جايلي اليومين دول تقول لك الست دي شو دي شو ست كده، يعني الله العالم بيها تعبانه ذهنيا ولا بيها ايه، ولا بس مش تعبان. مفيش تعبان بيفتح لايف وبيطلع يتكلم مع الناس، يعني الله اعلم بالعباد، يعني ربنا يشفي كل مريض. دي ست اسمها شو من الكويت، مش من السعوديه، كويتيه مش من السعوديه. تمام. وانا طلعت في فيديو وقلت يا جماعه ان الست دي مش سعوديه، كويتيه. انا اللي زعلني من اهل السعوديه ان هم دخلوا انا ما كنتش قلت هي دوله ايه، انا ما قلتش هي دوله ايه. تمام. اللي دخلني من اخواتنا السعوديين، ومش هخص الكل عشان خاطر كام واحد علق، اكيد لا، ان هم دخلوا علقوا بطريقه مش كويسه. ناس منهم، مش هقول كلهم لان اكيد السعوديه على راسنا وفي ناس كتير محترمه في السعوديه. وانا ببقى لرابع مره ولا خامس مره بقول لكم انا مش بخص دوله بالكلام، انا بخص الفرد اللي علق بس. يعني اي كلام بقوله جارح فللشخص اللي علق بس، مش لدوله ولا للناس كلها. الست شو دي ست كويتيه مش سعوديه. وبرده مش هخص الكويت كلها عشان ست غلطت منها. بس هي اللي حصل ان هي دخلت مع واحده مصريه تلعب تحدي وكده على التيك توك، وبعدين مش عارفه حصل بينهم ايه. المهم انها شتمتها. الست ما عملتلهاش حاجه ولا غلطت فيها، قالت لها باستهزاء يعني انت مصريه، طلعتي نزلتي مصريه، بيعت فول وطعميه. يا جماعه احنا مش مضايقنا كلمه مصريه، احنا مضايقنا كلمه، يعني الاستهتار بكلمه مصريه او الاستهزاء بكلمه مصريه، لان المصريه تاج راس الكل ولا يعلى على الله. يعني ربنا علي وعظيم عن اي، فوق الجميع طبعا. يعني انا بتكلمش على كده، انا بتكلم على الناس اللي بتستهزأ باي ست مصريه. الست المصريه ست حمالة اسيه، ست المصريه ست بمعنى الكلمه. مفيش اي واحده في العالم كله، اي ست في العالم كله واتحداكوا بتحمل اللي بتتحمله المصريه، وقد ايه هي جدعه، وقد ايه ست ب100 راجل. وطبعا مش هخص واقول ان الستات التانيين وحشين، لا انا ما قلتش كده. تمام. الناس الستات كلها حلوه والناس كلها حلوه. ويا ستي ما حدش بتعايم، يعني اقول لك على حاجه، يا عالم كل واحد بينه وبين ربنا اللي خلقه ايه. تمام. انا بتكلم على بنت بلدي اللي انا منها ولازم ادافع عنها لان دي بنت بلدي ودافعت عنها. تمام. ودافعت عن نفسي لان انا اكيد مصريه، بس لا غلطت لا في كويتيه ولا غلطت في مصريه، قصدي في سعوديه. لان كل الناس انا ما بغلطش، ودايما اقول في فيديوهاتي يا جماعه انا بخص اللي بالشتيمه بتاعتي، بخص الناس ومش بشتم كمان. يعني انا بقول كلام يوجع بس ما بشتمش. انا دايما بخص بكلامي الناس اللي علقت بس، ما بخصش لا دوله ولا ولا مجتمع. واتفرجوا على فيديوهاتي كلها هتعرفوا ان انا كلامي على حق، وان انا يا جماعه ما خصيتش دوله وشتمتها، ولا عمري في حياتي اغلط في دوله. لان انا بغلط في الفرد اللي غلط بس، حتى لو مصر دخل غلط فيا هغلط فيه زي ما غلط فيا. انما يعني انا كده بشتم بقى نفسي، بشتم كل المصريين، ده الكلام اللي قلته في فيديوهاتي كلها. برضو بلاقي التعليقات يا جماعه اللي عايز يتفرج على فيديو، تمام معلش بقى احنا بالنهار والدبان، اللي عايز يتفرج على فيديو وسمعه، في فيديوهات نزلت بعد الفيديو ده ممكن تسمعها وتشوف بقية الحديث ايه وبقية كلام ايه. او في ناس بتجري الفيديو، يعني في واحدة مش سعودية. انا لو انتوا تعرفوا البنت اللي اسمها هتان والبنت اللي اسمها ندى اللي لعبوا باين ماتش، معرفش والله اسمه اللي ماتش لعبة ايه، واتكلمت في الموضوع ده ولسه بيكلموني عنه تاني. دخلوا علقوا لك اصل احنا علمنا عليكم مش علمنا، عشان يعني ايه البنت السعوديه. طب وايه المشكله يعني؟ ما هي الرياضه كده يا حبيبي، غالب ومغلوب. وبعدين افرحوا لكم، يعني ما احنا كده كده احنا بنكسب كتير قوي مصريين يعني، فيها ايه لما تقع منهم واحده عادي يعني. تمام. وبعدين احنا نشجع بنت بلدنا بس ما بنكرهش بنت بلدك برضو. يعني انا اكيد اشجع بنت بلدي واقف جنب بنت بلدي، بس برضو مش بس
اكيد هشجع بنت بلدي، بس اكيد مش هغلط في الجنب الاخر، لان الجنب الاخر ده برضو يعني بنت عربية زيي، وهي بنت السعودية هتان دي لو تلعب مع اي دولة اوروبية تانية او اي دولة غير مصر اكيد كنت هشجعها، لان المصريين عندهم روح رياضية. اللي اكتشفته طلعتوا وعملتوا ترندات وبرضه داخلين تعلقوا لي على الفيديو اللي انا اصلا ما بتكلمش فيه عن الموضوع ده ولا اهتميت بيه، لان يا جماعه الرياضه مكسب وخساره، ومبروك للكسبان وهارد لك للخسران، فالدنيا عادي يعني. فاهدوا شويه في تعليقاتكم، لان انا كل ما اهدى عن الموضوع دوت اللي لكم معلقين تعليقات غريبه، واللي عايز يقول لي احكي لي الحكايه من اقول له يا جماعه اللي عايز يسمع الحكايه من اول وجديد يخش على الفيديوهات القديمه ويتفرج. انا والله العظيم وجعت قلبي، الموضوع ده تعبني والله. يعني انا منزله كذا فيديو، الفيديو دوت هو اللي الناس بتتكلم عليه ده، انا قلت لكم كل حاجه اهوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والناس كلها اخواتنا وحبايبنا. انما اللي يشتمنا انما اللي يشتم مصريه تحت ايه؟ انتوا عارفين تحت ايه. يلا سلام.